مشهد بيحصل في كل بيت، الام تلاقي الطفل بيعمل حاجه غلط بسرعه تجري عليه وتقول له لا لا لا، وهو يبص لها ويضحك ويكمل عادي جدا ولا كانها بتتكلم. فالام تصوت اكتر وتزعق، وممكن بسرعه تروح ضربه خفيفه كده على ايده، فيا حبيبي الطفل يتلخبط ويزعل ومش فاهم فعلا مامته عملت كده ليه. تعال اقول لكم حاجتين لازم ناخد بالنا منهم كويس قوي في الاطفال، خاصه في السنين الاولى من عمرهم. اولا، الطفل ما عندوش مرونه زينا احنا كالكبار. بمعنى ايه؟ مثلا انت رايحه سوبر ماركت لقيتيه قافل، عادي هتدوري على واحد تاني والموضوع يخلص. هم لا، مش بالسهل ابدا يغيروا تفكيرهم ويفكروا بسرعه في حل بديل لو الحاجه اللي عايزينها ما لقوهاش او ما نفعتش او باظت او اتكسرت. فلو بتقولي لطفلك لا على حاجه هو سمعك وممكن يبقى فهمك، بس هو مخه اصدر له امر انه يستكشف الحاجه دي او يلعب بيها او يحط ايده فيها، فهو مش بيعند معاكي ولا حاجه، هو بس ما عندوش مرونه. طب تعملي ايه ساعتها؟ هتتواصلي معاه بزياده وتروحي لعنده وتنزلي لمستواه وتحضنيه وتبصي في عينه وتقولي له جمله بسيطه او قصيره بحيث ان هو يستوعبها على طول. ده ما ينفعش. مثلا تاني حاجه لازم نعرفها ان الطفل مش بيعرف يربط بين ردة فعلنا وردة فعله. يعني مثلا مش هيقول ماما بتزعق علشان انا غلطت، لا للاسف هو ممكن ما يفتكرش اصلا انه غلط ويترجم الزعيقه دي على ان ماما مش بتحبني، ماما مستقصداني، ماما بتضايقني وخلاص. فالتواصل مهم جدا، واني اخد بالي من ردة فعلي خاصة لو الموضوع مش مهم او خطير.